سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة يناقشون البرامج الوطنية. حملة الطلاب الصيفية التنموية تسير على قدم وساق في عنسبة. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يقيم أنشطته. مقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم شرق الكونغو الديمقراطية. انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين أستراليا وأمريكا. وبوتين يشير إلى أن هجوم أوكرانيا المضاد لم يسفر عن أي نتائج. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد حكام الأقاليم في إريتريا خلال 20 من يوليو ندوة لمئات من الإريتريين من نيوكاسل وليدز وشيفيلد وروتنغهام ومانشستر وكوفنتري وبرمنغهام ولندن. وفي حديثه في الندوة قدم حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيوم توضيحا مفصلا عن دور الإريتريين في الخارج في مختلف المراحل، وقد وصلت البلاد إلى مرحلة أفضل وأكثر واعدة بفضل اليقظة العالية والصفوف المتماسكة وإفشال كيد الأعداء المتربصين. وقام المشاركون بدورهم بإثراء الندوة بالأسئلة والتعليقات متعهدين للقيام بكل ما يطلب منهم. كما التقى الحكام بمسؤولي المنظمات والجمعيات الوطنية بحسب المصادر الواردة إلينا. وحفل الحدث بفقرات فنية وثقافية. قال المنسق المؤقت للحملة الطلابية الصيفية التنمية في وزارة التعليم بعنسبة الأستاذ ملس قالته، قال إنه يتم تنفيذ برامج مكثفة في الإقليم. وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإريتريا إرينا، أوضح بأن الحملة تنفذ في 40 محطة و9 مديريات في الفترة من 8 من يوليو حتى 15 من أغسطس، وذلك بمشاركة ما مجموعه 6000 طالب و97 من مقدمي الرعاية والمنسقين و94 خبيرا زراعيا. وتشمل الحملة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع وزارات التعليم والزراعة والإدارة الإقليمية وهيئة الغابات والحياة الفطرية معالجة مساقط المياه وتشجير المدارس وبناء وإصلاح البرك والقنوات وإعداد حفر لغرس الشتول وغرس الأشجار بالإضافة إلى رعاية الأشجار. وقال إن مساعدة أسر الشهداء والحفاظ على نظافة البيئة جزء من الحملة، مضيفا أنه من المخطط غرس ما يصل إلى 500,000 شجرة في ظل فصل الخريف الواعد. وأشار الأستاذ ملس قالته المنسق المؤقت للحملة الطلابية الصيفية التنموية في وزارة التعليم بعنسبة إلى تنفيذ برامج فعالة في السنوات الماضية، وذلك عن طريق هذه الحملة، داعيا إلى تخصيص الرعاية والحراسة اللازمة لهذه الشتول المغروسة. أعلن سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية نعفة بأن مشتل نعفة الكائن على وادي معو يقوم بدور هام لإنجاح برامج التشجير. وأوضح مسؤول السلطة في المديرية السيد تسفى ألم زودي أن المشتل يقوم بتنمية شتول الأشجار الملائمة لمناخ المنطقة والمساهمة في استقرار التربة. وقال إن المناطق المخضرة بالتشجير في مدينة نعفة هي نتاج مركز الشتول، موضحا إعداد أكثر من 92 شتلة أشجار هذه السنة. قيم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر بأن الأنشطة التي قام بها لتأطير الطلاب كانت ناجحة. وأوضح ذلك في الاجتماع الذي عقده في 19 من يوليو في مدينة مصوع. وقال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الفرع السيد تخلي الزرعي إن أنشطة تأطير الطلاب في معظم المديريات كانت مرضية،
من جانبه أشاد مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد جعفر بأن أنشطة الاتحاد تجري لتوسيع التأطير في المناطق النائية خاصة مديريتي قرورة وأدوبها. من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين بتوسيع التنظيم في جميع المديريات رغم تحديات التضاريس والمناخ والمواصلات والاتصالات وغيرها في إقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك قدم تدريبا لمسؤولي الاتحاد في المديريات حول إدارة العمل والخطط العامة للاتحاد. من جهة ثانية تبرع موظفو المؤسسات الحكومية بمديرية أسماط إقليم عن سبب 30,000 نقفة ل30 من أبناء الشهداء. وقال الشاب حامد جميع مسؤول الشباب في المديرية إن الأموال التي تم التبرع بها تم توزيعها على الطلاب المحتاجين الذين تم تحديدهم من جميع المدارس. وقالت المصادر أن الموظفين يعتزمون أيضا إطلاق صفحة ثانية من الدعم في الأشهر الستة المقبلة. وثمن مدير المديرية السيد عثمان آدم المبادرة التي اتخذها الشباب العامل وحث الجهات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ومساعدة أسر الشهداء في الزراعة خلال الخريف. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قتل 11 شخصا على الأقل في هجوم شنهم مقاتلون من حركة M23 المتمرد على بلدة في شرق الكونغو الديمقراطية وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأكد مسؤولون في بلدية بوكومبو سقوط 11 قتيلا في الهجوم مشيرين إن جثث القتلى عثر عليها بعد انسحاب مقاتلي M23 من البلدة. وأضاف المصدر أن متمردي حركة M23 خاضوا قتالا ضد مجموعات الدفاع الذاتي الميليشيات المحلية التي تؤازر الجيش في الدفاع عن القرى وقتال المتمردين. وأوضح أن المتمردين غادروا مع أشخاص أجبروهم على حمل أمتعتهم وعندما وصلوا إلى وسط بوكومبو قتلوهم. ومنذ تجدد التمرد تقول كينشاسا إن رواندا تسلح الحركة وتقاتل إلى جانبها في اتهامات أكدها خبراء في الأمم المتحدة رغم نفي كيغالي. بدأت أستراليا والولايات المتحدة مناورات حربية تستمر لأسبوعين بمشاركة قوات يزيد قوامها على 30,000 جندي ومشاركين من 11 دولة أخرى في استعراض للقوة والوحدة. وتجري تدريبات تاليسمان العسكرية المشتركة كل عامين وأجرت لأول مرة في 2005 وستكون تدريبات هذا العام الأكبر حتى الآن. وستقام تدريبات في مناطق مختلفة في أنحاء أستراليا وستشمل محاكاة لعمليات قتالية برية وجوية فضلا عن عمليات إنزال برمائية. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في المراسم إن هذه المناورات تظهر أن أستراليا تلتزم بالعمل مع شركائنا الدوليين للحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا. وسيشهد العام الجاري مشاركة ألمانيا لأول مرة في المناورات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له إن الغرب يشعر بخيبة أمل من نتائج الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية. وقال بوتين مستخدما الاسم الروسي للعاصمة الأوكرانية خلال جزء متلفز من اجتماع لمجلس الأمن الروسي: من الواضح اليوم أن الداعمين الغربيين لنظام كييف يشعرون بخيبة أمل واضحة من نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد، مؤكدا أنه لم يأتي بأي نتائج.
وتابع الرئيس الروسي قائلا: في الوقت نفسه يرى العالم بأسره أن المعدات العسكرية الغربية المفترض أنها منيعة تحترق على الخطوط الأمامية. وأضاف الرئيس الروسي أن الغرب بأسره يرى أن معداتهم الفاخرة تحترق تماما، بل إن المعدات السوفيتية تتفوق عليها في بعض النواحي. الخبر الأخير في هذه النشرة: أنجز طاقم مهمة تشينجو 16 الصينية أول خروج فضائي له يوم الجمعة منذ إرساله إلى محطة الفضاء المدارية تيامونغ في مايو الماضي. وقال رائدا الفضاء الصينيان جينغ هايبينغ وزهو يانغزهو بإجراء مجموعة من المهام خلال نشاطهما خارج المركبة الفضائية لمدة 8 ساعات وفقا لوكالة الفضاء الصينية. وقام العضو الثالث جوي هايشاو بمساعدة الفريق من داخل المحطة الفضائية عن طريق التحكم وتحريك الأذرع الروبوتية. كما وصل الطاقم بما في ذلك أول رائد فضاء مدني صيني زهو إلى المحطة الفضائية في 30 من مايو، وسيبقون على متنها لمدة 6 أشهر لاستكمال المزيد من الأعمال خارج المركبة وتجارب علوم الفضاء. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة يناقشون البرامج الوطنية. حملة الطلاب الصيفية التنموية تسير على قدم وساق في عنسبة. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر يقيم أنشطته. مقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم شرق الكونغو الديمقراطية. انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين أستراليا وأمريكا. وبوتين يشير إلى أن هجوم أوكرانيا المضاد لم يسفر عن أي نتائج. كانت هذه نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.